أسود الأطلس المنتخب الوطني المغربي سيواجه البحرين وذلك برسم ودية دولية استغلالا لظرف توقف البطولة الدولية من أجل الاستئناس بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله الجديد. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا من جديد في حصة موجز أخبار الكرة لليوم. المنتخب الوطني المغربي يستغل هذه الظروف وهذا التوقف الدولي من أجل إجراء مقابلة دولية بين المغرب والبحرين. المغرب للإشارة قد استفاد من بطاقة التأهل سالفا إلى كأس العالم التي ستقام صيف السنة القادمة بمناصفة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. قبل ذلك إخواني الكرام، إذا كنت جديد معنا في القناة ما تبخلش نضغط على زر الاشتراك وخليوا لنا لايكات ديالكم ومحتاجين تعليقاتكم فيها آراءكم على مسيرة قناتنا الجديدة. بسرعة نعود للموضوع. المنتخب الوطني المغربي سيواجه المنتخب البحريني في ودية هامة خلال هذا الأسبوع في أمسية يوم الخميس 9 من هذا الشهر ابتداء من الساعة 8 مساء من المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وتنقل المقابلة على قنوات الرياضية 1 HD. لم يبقى لي إلا أن أشكركم على وفائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.